عشاق الجبن يجمعوا هنا بسرعة فطيرة جبنة في 5 دقايق تنفع للفطار، سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة جدا وشكلها تحفة زي ما انتوا شايفين. أول حاجة في طبق غويط هنحط بيضة ونحط عليها شوية ملح وفلفل أسود، وهنضرب البيضة بالمضرب حاجة بسيطة كده عشان البيضة تفك معانا. هنضيف عليها كوباية كاملة من الحليب وهنقلب كويس جدا. بعد كده هنضيف كوباية من الدقيق. بعد ما كوباية الدقيق تختفي تماما هنضيف كمان ربع كوباية من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب كويس جدا ونتأكد ان كل المكونات امتزجت مع بعض وادتنا قوام عجينة مناسب، لا تقيل ولا خفيف زي ما انتوا شايفين. هنضيف بقى حوالي 250 جرام من الجبنة الميكس، يعني جبنة يكون فيها جبنة رومي مبشورة، جبنة شيدر مبشورة، جبنة موتزاريلا معاهم. تقدري تضيفي اي نوع جبنة تاني بتحبيه، جبنة فيتا، جبنة قريش، اللي تحبيه. بس انا حبيت اعملها ميكس جبن كده زي جبن البيتزا اللي بنحطها في طاسه بقى على النار. هنحط معلقه كده من الزيت ونوزعها كويس جدا على جوانب الطاسه، وننزل بنص كميه المكونات اللي احنا عملناها مع بعض، ونغطيها على نار هاديه جدا ونسيبها لغايه ما تستوي، وبعدين نقلبها على الناحيه التانية علشان تستوي من الناحيه التانية. واول ما تستوي هنطلعها في طبق التقديم. انا عملت 2 بكميه الحاجات اللي استخدمتها، عملت فطرتين على فكره كانوا كبار مش صغيرين. طعمها حلو جدا وسهله جدا زي ما انتم شايفين، عملناها في ثواني. النتيجه تحفه زي ما انتم شايفين. اي طعم جبنه هتحطيه هيبقى ظاهر جدا، يعني اي نوع جبنه بتحبيه لو حطيتيه في الوصفه دي هيكون ظاهر جدا في الوصفه. وبألف هنا.